السلام عليكم. في ترند طالع اليومين دول، الولد اسمه عصام تقريبا ضيع شنطته. مامته راحت صورته وكان بيضحك و... ومبسوط جدا، وزعل اول ما الشنطه رجعت. انا يعني ماليش دعوه بعصام اصلا. انا مشكلتي مع الترند. دلوقتي الطفل عمل حاجه غلط اصلا، يعني انا شايفه ان هو ضيع شنطته، دي اكبر غلط. انت المفروض تخلي بالك من حاجتك، مهما كان تخلي بالك من حاجتك، ومفروض تروح تقول مثلا للمدير بتاعك ان حد مثلا ضيع لك شنطتك وهو اللي هيجيب لك الشنطه بتاعتك. تمام. تمام. الام مثلا راحت للمدير وما عرفتش تحل. احنا بقى بنشجع الطفل على ايه ومطلعينه ترند وعمالين نعمله، نطلعه في كل حته يعمل اعلانات. ده عمل حاجه غلط. هو احنا ليه بننمي الحاجه الغلط في الاطفال؟ يعني انا ما شفتش طفل طلع ترند ان هو من الاوائل وراح عمل اعلانات بقى وراح عمل مش عارفه ايه، ولا شفت طفل طلع ترند عشان هو موهوب في حاجه جامده، مع ان في كتير. ولا شفت طفل طلع ترند علشان عمل حاجه حلوه. في واحده طلعت ترند ساعه الكيس شيبسي ده، تمام، يومين واختفت، والناس انتقدت ان هي طلعت ترند اصلا. يعني كمان الناس انتقدت. هو احنا كل حاجة هنمسك فيها؟ طب ايه، انا ما شفتش انتقاد، ده بالعكس، ده الكل مبسوط بيه، ده وصل ما شاء الله لدول الخليج. طب ايه ليه بننمي عندنا الحتة دي؟ يعني ليه بننمي عندنا الحاجة السيئة بننميها؟ يعني انا فاكرة ان احنا واحنا صغيرين لو كنا ضيعنا شنطتنا، احنا كان بالنسبة لنا شنطتنا ده سلاحنا، فيها كتابنا وفيها قلمة رصاص والقلمة ومش عارفه ايه، وكل حاجة دي كانت حياتنا بالنسبة لنا. طب هو ضيعها، هو بقى ضاعت منه وبدلها، مش موضوعي، المهم ان هي ضاعت. يعني هو عمل مشكلة. طب الام طلعت شهرت بالمدرسة ومتضايقة، ويعني متضايقة وحقها ان هي تتضايق، بس هي المشكلة مش في المدرسة، المشكلة في الطفل اصلا. يعني المشكلة اصلا مش في الادارة، المشكلة مش في المدرسة. انا شغاله في مدرسه حكومه، بس مش في المنطقه دي. انا في ام داخله للمديره علشان طفل ضيع استيكه. طب المديره هتعمل ايه؟ وطفل في سنه تالتة ابتدائي، رابعه ابتدائي، تانية ابتدائي. يعني احنا مثلا في الكيجي، يعني ايه، بنلم حاجاتهم مثلا، بنشوف الحاجات مش عارفه ايه. لكن في ابتدائي انت مش بتعرفيش تسيطري، يعني المدرسه مش هي المدرسه الوحيده اللي بتبقى في الفصل طول اليوم، لا، هي يعني بتبقى متغيره. الرياضه غير العربي غير الانجليش. لكن احنا في الرياض اطفال، احنا قاعدين طول اليوم في الفصل، فاحنا عارفين كل واحد ايه. دي مسؤوليتنا، الطفل ده مسؤوليتنا. دلوقتي الطفل ده بين ان هو كبير، يعني تالتة رابعه ابتدائي، فالمفروض يبقى عارف ان دي مسؤوليته. يعني فاحنا كشعب عمالين ننمي في الحاجات السيئة عندنا، عمالين ننمي في السلوكيات اللي بتطلع وحشة، نعملها ترندات ونشهرها. ناس كتيرة بتقول ده رزقه وجاله. رزق ايه؟ ده طفل عنده 3 سنين، في تالتة ابتدائي، مش يعني عنده تقريبا 19 سنين. رزق ايه يعني؟ ربنا يبارك له، بس انا مش شايفة ان دي حاجة ان احنا نمجدها ونعليها قوي. يعني تخيل دلوقتي لو اطفال عايزه تعمل زيه، ما هو بقى راح بقى واتشهر والناس كتير عايزه تتصور معاه وتصور فيديوهات. افرض الاطفال التانية عايزه تقلده، هنعمل ايه؟ يعني وطبيعي ان هم هيتفرجوا على الحاجات دي يعني. فايه النظام بقى؟ ليه بنعمل كده في نفسنا؟ يا ريت نراجع نفسنا في المواقف دي، عشان بجد احنا عمالين ننزل من مستوى سلوكياتنا الارض. بجد يعني انا شايفة ان ده سلوك سيء، طفل هو السبب فيه، حد قصده او من غير قصد. لو بقصد هتبقى كارثة اكبر، انتوا واخدينها هزار. من غير قصد يعني ايه، نحاول ان هو يتعلم، لكن ما نطلعوش ترند. بس ده كان وجهة نظري. فانا قلت يعني بقاله يومين طلع ترند، وفي طفل تاني اللي هو، بس ده طفل صغير يعني، اللي هو الطفل الصغير بتاع اللي هو عمل نفسه مش عارف بابا، بس ده صغير ففعلا ممكن ما يكونش عارف. بس ده يوجهنا ان احنا عايزين نعمل لكل طفل وكل حد في الشعب المصري الدي ان ايه ده،
بحيث ان احنا نبقى مطمنين، الشعب مبقاش مطمن عامه، اللي هو ايه، تحس ان احنا الطفل ده، يعني انا وقعت في الموقف ده قبل كده، شفت واحده وشفت بيبي معاها، والبيبي طول عمرها طول الوقت نايمه، قلت دي اكيد مخطوفه، ولما بلغت عنها طلعت ان هي بنتها. ف فاحنا محتاجين نطمن، يعني كنت صغيره ساعتها في الجامعه، فاحنا محتاجين نطمن، احنا خايفين على الاطفال قوي يعني، واللي احنا بنشوفه وحكايه نرجس اللي طلعت حقيقيه اصلا. ف يا رب الحكومه تطلع وتطلع بيان لازم كل طفل او كل حد من الشعب تعمل له DNA. بس انا قلت اطلع اقول الكلمتين دول في فيديو واقول رايي في موضوع الطفل عصام، ربنا يهديه ان شاء الله، ويا رب محدش يطلعوا يعني خلاص، يعني حاولوا تطلعوا ترند الحاجات الكويسه، يعني بقالنا فتره بنطلع ترند الحاجات الكويسه، نستمر بقى، يعني بلاش الحاجات اللي هي السلوكيات الوحشه ان احنا نطلعها ترند، لان احنا اللي هنتعب في الاخر، وده بيجي على دماغ المدرس والمدير وولية الامر في الاخر، يعني ولية الامر نفسها هي نفسيتها تعبت، وقالت الشنطة ومش الشنطة، والاهمال اصلا من الابن، يعني هي التقصير من الام ان هي ما عرفتش ابنها ان الشنطة دي ما ينفعش تضيع. فانا مستاءة الصراحة، مستاءة بجد من الترند ده جدا. في الاول كان ضحك وهزار ومش عارفة ايه، وبعد كده قلب بشو جامد، يعني كذا ماركة وكذا حد عايز يعمل له اعلان، فبالنسبة لي الموضوع كان غريب. ربنا يصلح حالنا ويحل البلد ان شاء الله، ويعدي الايام دي على خير.